السلام عليكم ورحمة الله، أحلى مشاهدين ومتابعين معانا النهاردة. هنتكلم عن مبادرة ما يغلاش عليك، وهي مبادرة بيقدمها رئيس الجمهورية لدعم المستهلك المصري. هو عبارة عن موقع إلكتروني أو متجر إلكتروني زيه زي جوميا وسوق بالظبط، نفس الأقسام ونفس المنتجات اللي موجودة على جوميا أو على سوق هتلاقيها موجودة عندك على موقع المبادرة اللي بقدمه رئيس الجمهورية، واللي هي مبادرة ما يغلاش عليك. الموقع كل الأقسام هتلاقيها موجودة عندك بالظبط زي أي متجر إلكتروني كبير. هتلاقي عندك أقسام تخص الأجهزة الكهربية ومستلزمات المنزل، إلكترونيات، التلفزيونات، أي شيء أنت محتاجه هتلاقيه وتقدر تتسوق عن طريق الموقع. هنعرف كل التفاصيل النهاردة، وإزاي تعمل الأوردر بتاعك، أو إزاي إنك تتسوق، وإزاي إنك تستفاد بالعروض والخصومات اللي المبادرة مقدماها. تابعونا لآخر الفيديو علشان تعرفوا كل التفاصيل. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا ومتابعينا على قناتنا. هنبدأ الاول ناخد فكرة الاول عن المبادرة، ودي كل المعلومات اللي موجودة والمتاحة اصلا على الموقع هنقراها مع بعض بشكل سريع علشان نعرف ايه هي فكرة المبادرة، وايه هو هدف المبادرة، وايه هي الجهات المشاركة في المبادرة علشان يقدروا يعملوا لك الخصومات او التخفيضات او الدعم اللي هتقدر تستفاد بيه لما تيجي تتسوق الكترونيا على موقع مبادرة ما يغلاش عليك. فكرة المبادرة في البداية هنتكلم عنها في اطار خطة الدولة حاليا للتخفيف على المواطنين الى جانب النهوض بالصناعة الوطنية. فقد اطلق السيد الرئيس الجمهورية مبادرة ما يغلاش عليك بمشاركة عدد من الوزارات والجهات الاخرى المعنية، التي تسعى الى توفير السلع والمنتجات المختلفة باسعار اقل من السوق، خلال التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة عن طريق منح نسبة خصم لكافة المواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ في المتوسط 20%، في حين تلتزم وزارة المالية بإتاحة مساهمة خصم إضافي كمان على سعر ذات السلعة يمنح نسبة مساهمة 10% إضافية بمبلغ يتخطى 12 مليار جنيه، وذلك لأصحاب البطاقات التموينية فقط. يعني اللي هيستفاد معانا النهاردة بإذن الله في المبادرة الناس اللي معاها بطاقات التموينية بتاعتها، حيث يقوم حاملو البطاقة السلع التموينية حوالي 22 مليون بطاقة بشراء السلع مخصوم من سعرها مجموع نسب خصم المصنعين والسلاسل التجارية، وكذلك مساهمة الحكومة في الخصم بتاعها. نيجي مع بعض نشوف هدف المبادرة. وهدف المبادرة برضو الكلام ده كله بناء على كلام موجود على الموقع نفسه. تهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتشجيع المنتج المحلي ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على تحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه. ودعما للمواطنين وتحفيزا لهم، سوف تقوم الحكومة بضخ مبلغ 12.25 مليار جنيه من خلال إتاحة الخزانة العامة للدولة دعم للمواطنين يقدر بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة. كما تستهدف تلك المبادرة تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحلات التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي. نيجي بقى إيه هي الجهات المعنية أو الجهات اللي بتدعم المستهلك المصري واللي شاركت في مبادرة ما يغلاش عليك. أول حاجة رئاسة مجلس الوزراء، ويليها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة المالية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاتحاد العام للحرف التجارية المصرية، اتحاد الصناعات المصرية، البنك المركزي المصري، حماية جهاز المستهلك
ووزارة التضامن الاجتماعي. كل دول يا جماعة مساهمين معانا في المبادرة علشان يقدروا يقدموا لك أعلى نسبة خصم. يعني أنا تقريبا على حسب فهمي للموضوع إن كل حد من الناس اللي احنا ذكرناها دلوقتي، سواء وزارة رئاسة مجلس الوزراء أو وزارة التموين، وزارة التجارة والصناعة، وزارة المالية، وزارة وزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز حماية المستهلك، الناس دي كلها كل حد فيهم بيحاول يقدم نسبة خصم معينة علشان في الآخر توصل لتوتال خصم مثلا وليكن 30% على المنتج اللي انت اخترته من على الموقع. طبعا رابط الموقع هسيبهولكوا تحت في الوصف علشان تقدر تفتحه، وهنشوف مع بعض في الخطوة الجاية ازاي نقدر نسجل عضوية على الموقع، وازاي نقدر نعمل اوردر او ان احنا نتسوق الكترونيا ونختار المنتجات او الاجهزة او الحاجات اللي احنا محتاجينها من على الموقع، ونقدر نتم الاوردر لحد الاخر علشان يتم توصيل الاوردر لحد باب البيت، ونقدر نستفاد من المبادرة ونقدر نستفاد من الخصم اللي مقدمه لنا رئيس الجمهورية. تابعونا على الخطوة الجاية. نفتح مع بعض رابط الموقع اللي هو مبادرة.gov.eg اللي انا حطيته لحضراتكم تحت في الوصف في صندوق الوصف، وهتبدأ تفتح الموقع. هيفتح معاك بنفس الشكل اللي احنا شايفينه ده بالظبط. هتلاقي عندك هنا الأقسام، هتلاقي عندك أجهزة الكهربائية واللي بتشمل تكييفات، تلفزيونات، تلاجات، غسالات، سخانات. وفي عندك بعد كده قسم الإلكترونيات اللي فيه موبايلات وتابلت، كهرباء والإضاءة اللي هي لمبات الليد. المنزل هتلاقي فيه المطبخ والمائدة، وطبعا لما بتخش على قسم المطبخ والمائدة فده انت بتلاقي فيه جميع الرفايع المطبخ أو جميع المستلزمات أو جميع الأدوات المنزلية اللي انت بتحتاج انك تشتريها. المواد الكيميائية زي البلاستيك، وبعد كده أدوات صحية والأساس والماكينات والمعدات. بتختار القسم أو بتختار المكان اللي انت حابب انك تتسوق فيه أو تشوف المنتجات بتاعته. والأول قبل ما بنعمل أي حاجة طبعا هنتعلم مع بعض ازاي دلوقتي ان احنا نعمل عضوية بتاعتنا. بنروح هنا على شكل الأيقونة دي، هتلاقي في عندك مستهلك جديد أو تسجيل دخول. أنا بقول له أنا هعمل مستهلك جديد. هيبدأ يحولني على الاستمارة دي، هبدأ املاها علشان اعمل العضوية بتاعتي. هيقول لي حط الاسم الاول. طبعا براعي ان انا اكتب الاسم بتاعي يكون البيانات بتاعتي قريبة او نفس البيانات بتاعتي اللي موجودة في بطاقة التموين. هكتب اسمي مثلا، الاسم الاخير، وهنا بكتب البريد الالكتروني بتاعي، واحاول مغلطش فيه علشان في رسالة تأكيد هتجيلي على البريد الالكتروني عشان اأكد العضوية بتاعتي. بعد كده هنا هكتب رقم الموبايل او رقم الهاتف بتاعي، وهنا الباسورد، وهنا هأكد معايا الباسورد. وهنا هيلاقي فيه رمز التحقق اللي هو دون، اللي هو بيبقى صورة فيها رموز كده، حروف مع ارقام. هبدأ ان انا اعيد كتابتها هنا، يعني A7FC23 هبدأ اكتبهم هنا علشان اكد ان انا مش روبوت. بعد كده بعلم هنا على العلامة دي اللي هي لقد قرأت ووافقت على الخصوصية، وابدأ ان انا اعمل تسجيل. بعد ما ضغطت تسجيل طلع لي رسالة خطأ هنا، بيقول لي ان في شروط معينة للباسورد. انا تعمدت ان انا اصور اللقطة دي علشان لما حد قابلته نفس المشكلة يبدأ يفهم ايه اللي هو المفروض يعمله في الباسورد علشان ما يزهقش وما يعرفش في الاخر يعملها فيقفل. المشكلة عندنا اللي هو عامل 4 شروط عندك في الباسورد لازم تكون ملتزم بيهم. ان اول حاجة ما يقلش عن 8 ارقام ولا يزيد عن 20. يعني خلي الباسورد بتاعك يكون فيه 8 ارقام او 8 حروف فيما فوق. بعد كده بقول لك تحتوي على حروف وارقام، يعني ما يكونش ارقام بس ولا حروف بس. وبعد كده بقول لك يحتوي على حرف كبير على الاقل اللي هو حروف كابيتال. يعني لو انت مثلا هتعمل الباسورد مثلا احمد من 1 ل6، هتعمل حرف الاي كابيتال وبعد كده تكتب باقي الكلمة وبعد كده من 1 ل6. طيب هل كده على قد كده بس؟ لا، الشرط الرابع وده برضو اللي ممكن يوقفك، ان هو بيقول لك او بيلزمك باي رمز من الرموز دي، اللي هو رمز الآت او رمز الشباك او رمز الدولار او رمز العلامة الفيلمية. يعني لما هاجي اكتب الباسورد بتاعي، فلو انا اخترت مثلا احمد من 1 ل6، هبدأ مثلا على سبيل المثال ان انا هقول له مثلا حرف الاي كابيتال في كلمة احمد، وبعد كده هكمل كلمة احمد بحروف سمول، وبعد كده قبل ما اكتب من 1 ل6 مثلا اعمل اعمل رمز الآت، اعمل رمز الشباك، اعمل رمز الدولار، وبعد كده اكتب من 1 ل6.
لو احنا التزمنا بالشروط دي زي ما احنا هنشوف قدامنا دلوقتي، هنلاقي ان شاء الله التسجيل هيكمل معانا بدون اي مشاكل. بضغط تسجيل بعد ما كتبت الباسورد حسب الشروط اللي هو عايزها. خلاص تمام كده، هو قبل معايا تسجيل وقبل معايا الإضافة. بيقول لي لقد تم إنشاء حسابك الجديد بنجاح، يمكنك الآن الاستفادة من امتيازات عضوية حسابك معنا في الموقع. إذا كانت لديك استفسارات عن نظام عمل الموقع يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى فريق عمل الموقع. هبدأ إن أنا أراجع البريد الإلكتروني بتاعي علشان رسالة التفعيل بتاعتي تتم، ويبقى هنا كده إيه خلصت جزء كبير أوي من تسجيل العضوية بتاعتي. إيه اللي أنا هعمله بعد كده في العضوية بتاعتي؟ هروح اقف هنا على نفس المكان اللي انا كنت ضغطت عليه في الاول، وبعد كده هخش على حسابي. هيدخلني على الصفحة دي، هلاقي عندي هنا قائمة اسمها قائمة حسابي فيها 4 نوافذ. هنخش على النافذة اللي اسمها تعديل العنوان. هيبقى يجيب لي قائمة العناوين بتاعتي اللي المفروض ان الحاجة بتتشحن لي علشان توصل البيت عندي على نفس العنوان ده. هلاقي القائمة مكتوب قائمة العناوين فارغة. هروح هنا على عناوين جديدة واعمل اضافة، وابدا املى الاستمارة بتاعتي دي عادي خالص، الاسم الاول بتاعي والاسم التاني والشركة اذا كنت انا تابع لشركة معينة، والعنوان بقى الاول بتاعي والعنوان التاني لو انا عندي عنوانين. وبعد كده بقول له المدينة اللي انا تابع ليها، صندوق البريد اللي هو الرقم البريدي بتاعك، تشوف الرقم البريدي بتاع مكتب البريد، اقرب مكتب بريد ليك. وبعد كده بحدد له البلد، طبعا ايجيبت. بعد كده المنطقة بحدد له المحافظة بالظبط. وبعد كده ببدأ اقول له ان هو دون العنوان الافتراضي بتاعي، وبعد كده ببدأ ان انا اعمل متابعة. خلاص خلصت اضافة العنوان بتاعي. خلاص انا كده جاهز للتسوق، وان انا ابدأ استفاد بالعروض وابدأ استفاد بالخصومات اللي متقدمة لي من كل الجهات اللي احنا ذكرناها في بداية الفيديو. هبدأ اخش على الصفحة الرئيسية للموقع، بشوف الاقسام اللي انا حابب استفاد منها او الاقسام اللي انا حابب اشتري منها. هشوف مثلا كده قسم الشاشات، لو انا حابب اشتري شاشة مثلا وليكن اول شاشة دي، عايز اشوف عنها التفاصيل بتاعتها او نظرة سريعة عن كل التفاصيل. ببدأ اضغط على كلمة نظرة سريعة، هيبدأ يجيب لي التفاصيل بالظبط. اهو البائع اللي هو او التاجر اللي اضاف المنتج هو وزارة الانتاج الحربي شركة بنها للصناعات الالكترونية. الوزن بتاع الشاشة 9 كيلو ومتوفر 100 قطعة منها. السعر بتاعنا التوتال بتاعه 7665. الأسعار دي شاملة الضريبة، يعني السعر كان قبل الضريبة تقريبا 6000 وحاجة، بعد الضريبة بقى 7000 وحاجة. الكمية اللي أنا محتاجها بكتب له 1 أو 2 أو 3، وبعد كده ببدأ إن أنا أقول له إضافة للسلة. بعد ما بضيف المنتج بتاعي للسلة بتجي لي رسالة فوق: تم إضافة شاشة كاترون 55 بوصة سمارت إلى سلة الشراء. وخلاص انا كده ضفتها. عايز اضيف اي منتج تاني ببدأ اضيف اكنك بالظبط تتسوق داخل ماركت كبير. خلاص انا ضفت المنتجات بتاعتي او ضفت المنتج بتاعي اللي انا حابب اشتريه في السلة. بطلع فوق خالص، هروح هنا على القائمة بتاعت السلة، بضغط عليها، هلاقي عندي السلة فيها الشاشة الكاترون دي في 2. انا كنت ضغطت قبل كده مرة عليها ودي تاني مرة، فهنضاف لي المنتج مرتين. بقول له معاينة السلة، وابدأ ان انا اكمل البيانات بتاعة الشراء بتاعتي. لو في عندك برومو كود او قسيمة التخفيض بيبقى ساعات تنزل عروض يقولك استخدم الكود الفلاني في المنتجات بتاعة قسم التلفزيونات او الموبايلات ايا كان، تبدأ تحط الكود يبدأ يعمل لك خصم. لو معكش بتبدأ تخش على الخطوة اللي بعدها. الخطوة اللي بعدها لو انت حابب تعرف الشحن بتاعك هيبقى في حدود قد ايه، يعني مصاريف الشحن هتبقى قد ايه، بتبدأ تحدد له المنطقة والرمز البريدي، بتعمل ارسال. هيبدأ يقولك تقريبا الشحن لما يوصلك المنتج لحد البيت هيبقى مصاريف الشحن قد ايه. نخش بقى على الخطوة المهمة اللي بعد كده وهي اضافة دعم البطاقات. هبدأ احط هنا رقم بطاقة الرقم القومي بتاعتي عادي خالص، وبعد كده رقم الهاتف المحمول، وابدأ ان انا اقول له عدد افراد الاسرة على بطاقة التموين كام، واقول له استعلام الدعم، هشوف الدعم اللي هينزل لي على المنتج دون هيبقى قد ايه. وابدا ان انا اقول له اريد استخدام دعم البطاقه التموينيه للشراء، ببدا اعلم عليها برضو علشان يبدا يتفاعل معايا الخانه بتاعه عدد افراد الاسره، وابدا اقول له عدد افراد الاسره قد ايه واعمل استكمال الشراء. بعد ما بتعمل استكمال الشراء خلاص انت بتخش على الخطوه الاخيره اللي هيبدا يقول لك انت نزل لك دعم قد ايه على المنتج ده، ونزل لك خصومات قد ايه
على المنتج والسعر النهائي بعد الخصومات والدعم هيبقى قد ايه. خلاص انا بكمل عملية الشراء وبديله اوكي، خلاص هو كده خلاص قبل معايا عملية الشراء، وبتبدأ تتسجل اوردر جديد عندي في الملف الشخصي، وبنستنى المنتج يوصل لنا لحد البيت بعد عملية الخصم وبعد عملية الدعم اللي احنا استفدنا بيها. لحد هنا بينتهي الفيديو بتاعنا. طبعا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ما تخليش المعلومة تقف عندك، اعمل شير علشان كل الناس تستفاد ويقدروا يستفادوا من مبادرة ما يغلاش عليك اللي مقدماها رئاسة الجمهورية واللي بدعمها رئيس الجمهورية بنفسه. اتمنى يكون شرح الموقع كان شرح مفيد، واتمنى يكون الكل استفاد معايا. يا ريت لو استفدت ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد وكل مفيد معانا. والسلام عليكم ورحمة الله.